اسمها خديجة بنت خويلد. وكانت هذه المرأة ذات نسب شريف وذات مال كثير، وكانت ترسل أموالها على أيدي التجار إلى البلاد للبيع والشراء. كانت تاجرة. وفي تلك الفترة سألت غلاما لها اسمه ميسرة من تعرف للذهاب بالمال للبيع والشراء، فإذا بميسرة يخبرها عن رجل اسمه في مكة محمد بن عبد الله، وخديجة تسمع به الصادق الأمين. أشار عليها بمحمد، فأرسلت ميسرة إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم يستشيره في الذهاب بمال خديجة للبيع والشراء في الشام، فرضي النبي بهذا وقبل عرضها على أن تكون له نسبة في البيع والشراء، فهو حاله كحال غيره. وكانت قريش تعمل بالتجارة، ومعروف في القبائل أنها ذات تجارة. أخذ الصادق الأمين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام أموال خديجة ومعه ميسرة، وصار جهة الشام. في الطريق كان ميسرة يستغرب منه، تظهر علامات على رسول الله إلى الآن لم يعرف ولم يبعث، لكن هناك علامات غريبة. ميسرة يراقبه، ما الذي يحصل؟ ما الذي يجري؟ كان في الطريق إذ اشتد الحر الغمام يتبعه، فإذا توقف الغمام معه. في بعض الروايات ميسرة كان يقول ليس ذلك بغمام، إنما هي ملائكة تضلله بأجنحتها. من هذا الرجل الذي تتبعه تضلله من الشمس الحارة؟ بل وصل إلى قرب الشام في مكان وكانت هناك شجرة، فنزل النبي تحتها يستظل بظلها، وكان عند الشجرة دير مكان للعبادة فيه راهب. خرج الراهب من الدير فأخذ ينظر إلى هذه العير التي وصلت وإلى هذه القافلة التي وصلت، فلاحظ أمرا غريبا. لاحظ هذا الراهب أن هذه الشجرة نزل تحتها رجل، فأخذ الراهب يراقبه ويلاحظه ويدقق النظر فيه وينظر إلى هذه العير وإلى محمد صلى الله عليه وسلم. لما تأكد جاء إلى ميسرة وعلم أن ميسرة صاحب لهذا المال، غلام لسيدة هذا المال، فسأل ميسرة قال من هذا الرجل؟ قال إنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، قريشي هاشمي من أهل الحرم. فقال الراهب لميسرة ما شأن هذا الرجل؟ قال لا شيء، جاء يبيع بالتجارة ويشتري. فقال الراهب والله ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبي من الأنبياء. كان الراهب بدأ الآن يبشر ويستبشر بأن هذا سيكون نبيا من الأنبياء، هذا مكان ما ينزل فيه إلا الأنبياء، تقدير من الله جل وعلا، والراهب عنده علم من الكتاب. ميسر بعد أن انتهت التجارة وربح النبي ربحا كبيرا ليس كالعادة، رجع بالتجارة والقافلة إلى خديجة وأعطاها أموالها. فجاء ميسر يخبر خديجة بالذي رأى وبالذي سمع. قال والله رأيته يمشي والغمام أو الملائكة تضلله، تقف إذا وقف وتمشي إذا مشى، وأخبرها بخبر الراهب. هنا وقع شيء في قلب خديجة. لما سمعت خديجة رضي الله عنها بأخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصفاته، تلك الأخلاق التي نشرت بين الناس، الصادق الأمين، وأخبرها ميسر بما رأى، أحبت خديجة أن تتزوج من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى الآن ما بعث، لكنها سيدة النساء، وهي أشرف امرأة في مكة، أعظمهن خلقا، بل هي سيدة نساء العالمين. إنها خديجة أرسلت إلى رسول الله إنني لقرابتي منك، فهي تجتمع برسول الله بأحد أجدادها، ولعلمي بأخلاقك وسطت بين قومك فإنني أرغب بالزواج منك. مباشرة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعمامه يستشيرهم، إلى حمزة، إلى أبي طالب وغيرهم من أعمامه، جلس معهم فرحبوا بالفكرة. فمن من الناس يرغب عن خديجة؟ بل كان سادات قريش وأشراف قريش يتمنون الزواج منها، وهي الآن تعرض نفسها على رسول الله. فرحب أمامه وذهب معه عمه حمزة ابن عبد المطلب.
كان شريفا في قومه، سيدا من ساداتهم. ذهب إلى خويلد والد خديجة ابن أسد، وجلس عنده يخطب خديجة لمحمد صلى الله عليه وسلم، فوافق والدها مباشرة: من يرد محمدا سيد الناس بل سيد الخلق. فإذا بالخطوبة تتم، وإذا بالزواج يتفق الطرفان على مهر قدره 20 بكرة من الإبل، فيصدقها النبي صلى الله عليه وسلم بكره من الإبل، وصارت وليمة وزفاف ما أحلاه ما أعظمه، زواج يتزوج فيه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق من سيدات نساء العالمين، فعاش معها أحلى حياة وأجمل حياة، بل ما تزوج عليها حتى ماتت، وكان يحبها حبا عظيما. ولدت له كل أولاده إلا إبراهيم، قد جاء للنبي من ماريا القبطية، أنجبت له القاسم، وكان يكنى بأبي القاسم. أنجبت له بعد القاسم الطيب الطاهر 3 من الذكور، ومن الإناث رقية وزينب وأم كلثوم وفاطمة، ف7 أولاده أنجبت له خديجة أم أولاده القاسم والطيب والطاهر، رقية وزينب وأم كلثوم وفاطمة. أما أولاده الذكور حتى إبراهيم من ماريا القبطية كلهم ماتوا صغارا قبل البعثة، أما البنات فقد بقين حتى البعثة وأسلموا وهاجروا معه، ومتن جميعا قبله إلا فاطمة الزهراء سيدة النساء، بقيت بعد وفاته بشهور ثم توفيت. أولاده من خديجة حياته أجمل حياة، أكرمها وأحسن إليها وأكرمته وأحسنت إليه، كان يعيش معها أسعد لحظات عمره بسبب أنها أحب الناس إليه، خديجة التي ضحت بنفسها ومالها من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أثناء حياتها مع رسول الله تعجبت خديجة، فهذا الإنسان له أمور غريبة، فبالإضافة إلى ما ذكر ميسرة وما ذكره الراهب في رحلته، بل خديجة رأت أمورا من الرسول صلى الله عليه وسلم خلقا عظيما لا كخلق الناس، فذهبت مباشرة إلى ابن عمها ورقة بن نوفل الذي بقي على التوحيد وتعلم علم الكتاب، قصت عليه القصص وأخبرته بالخبر، فقال ورقة: قال يا خديجة والله إنني أظن أن محمدا سيكون نبي هذه الأمة، أعلم أن هذا هو زمان يخرج فيه نبي، وهذا زمانه، وإني لأظنه محمدا. فسرت خديجة بهذا واستبشرت بهذا الخبر. لما بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم 35 من العمر لم تكن الكعبة كحالها في هذه الأيام، كانت أقصر من هذا بكثير، بل لم تكن أصلا مسقوفة هذه الكعبة، وكان في الكعبة بئر فيه كنز، هذا البئر كان فيه كنز ثمين لا يقترب منه أحد من الناس، ولكن الكعبة غير مسقوفة ولا ارتفاعها طويل. حصل في ذلك الزمان وعمر نبينا 35 سنة إن أتى نفر على حين غفلة من أهل مكة وتصوروا الجدار وسرقوا كنز الكعبة. لإتمام القصة حول الكعبة وما وقع لكنز الكعبة وما حدث في عهد النبي، المرجو منكم متابعة الفيديو القادم والسلسلة القادمة.